السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم وفي حلقة جديدة من مطبخي مع أمير. رجعت لكم النهاردة إن شاء الله بوصفة جميلة جدا تقدروا تزيني بها سفرتك في رمضان، وانتوا بقى سموها زي ما انتوا عايزين. تعالوا كده نشوف مع بعض الوصفة هي ايه. أنا معايا هنا حبتين بطاطس مهروسين، ومعايا هنا جبنة كريم اللي هي بتاعة الدهن، تقدري تعوضيها مثلا بجبنة موتزاريلا، جبنة شيدر، جبنة رومي، أي نوع جبنة انت تفضليه. ومعايا هنا خضار اللي هو البقدونس أو الشبت أو كزبرة زي ما انت عايزة. والبهارات بتاعتي انا حطاها هنا هي على الوش. معايا ملح وفلفل احمر مطحون او ممكن تحطي بابريكا، ومعايا فلفل اسمر، ومعايا شويه من الكركم. دلوقتي انا هخلط كل المقادير ديت كلها على بعض زي ما انتوا كده شايفين معايا اهوت بالشكل دوت كده. هتعمليها كده تبقى معجون عشان تحشي بيه الحشوه بتاعتك. بالنسبه للكميه تقدري تعملي الكميه اللي انتي عاوزاه، يعني ديت مفيش فيها ايه حاجه محدده، من بطاطستين 3 مسلوقين، انت وراحتك زي ما انت عاوزه. بالشكل دوت كده اهرسوهم مع بعض. وعلى فكره تقدري تحطي فلفل في الحشوه بتاعتك، وممكن كمان تعملي البطاطس المهروسه دي تعمليها مع البيض المسلوق بتبقى جميله جدا. وممكن كمان تعملي الوصفه ديت باللحمه المفرومه المتعصجه بتبقى هايله جدا وجميله واولادنا يحبوها. وانا هنا معايا كمان هنا ايه ده ورق الجلاش او البقلاوه، انت ممكن تعمليه في البيت. انا الصراحه عاملاه في البيت، انت ما عندكيش ممكن تشتريه من بره. ده هوت ورق الجلاش او البقلاوه، لو مش عندك تجيبيه من بره وهتحشي بيه. تعالوا دلوقتي نشوف احنا هنعمل ازاي مع بعض. انا هجيب الورق بتاعي بالشكل ده كده، بالشكل ده كده هفرده. زي لو انتم ملاحظين معايا الورق بتاعي عليه نسبة من النشا، يعني ديت ما تقلقوش منها. النشا دوت في الزيت هيخليه مقرمش معايا وشكله جميل. دلوقتي انا هبدأ احشي. هاخد واحدة كده بتاع الرخامة افردها، وهاخد دلوقتي واحدة من البطاطس بتاعتي هحطها هنا كده بالشكل ده. تقدري بقى تعملي الشكل اللي انت عايزاه، تقدري تعمليه على شكل صباع، ممكن تعمليه على شكل حجاب، الشكل اللي يريحك. تبدأ تلفي كده بالشكل دوت كده. طب بالنسبة للقفلة بقى انت هتحبي تقفليها، هي مش طبعا مش هينفع تقليها في الزيت وهي مفتوحة كده. انا هنا عاملة معايا دلوقتي جايبة معلقة من الدقيق وعاملاها بشوية من المية سائل كده مع بعض. ممكن هتجيبي كده بالشكل دوت كده وتقفلي من هنا كده على الطرف شوية من الخليط دوت، هيقفل معاكي الوصفة بالشكل ده كده اهوت. وتقومي قافلة كده بالشكل ده، هتلزق معاكي ومش هتتفك ولا اي حاجة بالشكل ده كده. وهعمل معاكم كمان هي واحدة كمان. هجيب ورقة اهوت من الجلاش بتاعي، هي ورقة واحدة هي مظبوطة، كنت مفكراها 2. هحطها كده بالشكل دوت وهبدأ ألف. بالنسبة بقى للقفلة زي ما قلت لكم قبل كده اهوت، هتجيبوا العجينة ديت تعملوها بالشكل ده كده وهتقفلوها كده بالشكل ده، وهتبقى معانا بالشكل ده كده. وانا هعمل كل الكمية بالطريقة دي كده وارجع اوريها لكم تاني. ورجعت لكم تاني بعد ما خلصت الكميه بتاعتي اهي كلها معايا، اهي خلصتها بالشكل ده كده. والطاسه بتاعتي زي ما انتم شايفين معايا على النار وتكون سخنه، الزيت بتاعي يكون سخن. وهبدا ارص الصوابع بتاعتي. خلي بالكم هي ما بتاخدش وقت خالص في الزيت، اهم حاجه الزيت يكون سخن بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين.
دلوقتي هتتحمر معانا وارجع اوريهالكوا تاني ان شاء الله. ورجعت لكم بعد ما خلصت الاطباق بتاعتي، وهوت بالشكل ده كده. الاصابع بتاعتي هي جميله، يا ريت تجربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا. وما تنسوش لو الفيديو ده عجبكم تعملوا لي لايك، ومستنيه رايكم في التعليقات، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده ومطبخي مع اميره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.